قصة البيت الذي لا تغلق أبواب. في قرية نائية في جنوب أوروبا، كان هناك بيت مهجور لم يجرؤ أحد على الاقتراب منه، رغم أنه لم يكن مسكونا، ولم تروى حوله أي أساطير واضحة. فقط كانت أبوابه لا تغلق أبدا. كل من حاول إغلاق باب من أبوابه يجده مفتوحا في صباح اليوم التالي. تم تغيير الأقفال وتركيب أبواب جديدة، بل حتى تم لحام الأبواب بالحديد. لكن في كل مرة يجد الناس الأبواب مفتوحة وكأن شيئا لم يكن. الغريب أن البيت لم يكن يحتوي على أي شيء ثمين ولا أي علامات غريبة، فقط جدران قديمة ونافذة مكسورة وسقف منهار جزئيا. في عام 1982 قرر صحفي شاب يدعى أليساندرو أن يقيم ليلة كاملة داخل البيت ليكشف السر وراء الأبواب. كان يحمل كاميرا ومسجلا صوتيا ومصباحا يدويا. في تسجيله الصوتي الذي تم العثور عليه بعد يومين من اختفائه، كانت هناك لحظات صمت طويلة تليها همسات غير مفهومة. ثم فجأة صوته المرتبك يقول: الأبواب ليست المشكلة، البيت نفسه لا يريد أن يغلق. ثم سمع صوت ارتطام تبعه صمت تام. لم يعثر على أليساندرو أبدا. ومنذ ذلك الحين أصبح البيت محاطا بسياج حديدي، وأغلق الطريق المؤدي إليه، لكن السكان يؤكدون أن من يمر بجانبه ليلا يسمع صوت أبواب تفتح وتغلق وحدها. فما السر الحقيقي لهذا البيت؟ وهل كان يسكنه شيء لا يرى؟ أم أن هناك من لا يزال يعيش بداخله ويمنع الأبواب من أن تغلق عليه؟ اكتب لنا رأيك، وانتظر الجزء الثاني، لأن القصة لم تنتهي بعد.